متابعين ديالنا الأعزاء، تحياتي لكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج ارض الوطن. نتمنى من الله يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. الصراحه ديال الله درت هذا الفيديو هذا، غادي يكون فيديو توضيحي لبزاف ديال الحويجات اللي دابا كيدوروا لي كومونتير. بزاف ديال التوضيحات خرجوا، بزاف ديال الحوايج في بزاف ديال الناس هضروا في شي حوايج فيقوني مجيت شي حوايج انا ما كنتش راد لهم البال. بزاف خديت بزاف ديال التفكير مع راسي وجلست مع راسي بزاف ديال الوقت باش انني نخرج ونقول لكم هذا الفيديو هذا. صراحه ديال الله ما كنتش انا باغي هذا الشيء يخرج للسوشيال ميديا. كاينين الناس اللي كيقولوا لك راه هذا الشيء داروه عيب العاني باش مقابل الادسنس ولا تقليد عليا. خوتي اقسم بالله الا هذا الشيء بصح ما درتوش على ود الادسنس، وانا ما عمرني ما فكرت انني نبقى ندير الادسنس بالمشاكل ديالي الخاصه ولا نطلع المشاهده بالمشاكل ديالي الخاصه. لا بالعكس، كنت كنتقاتل على المحتوى، باغي نطلعوا قناه بالمحتوى، كنا بغينا نطلعوا قناه بدون ضرب في الاعراض، كنا بغينا نطلعوا قناه اللي هي زوينه اللي يستافد معنا داك المتابع ولو شويه، يضحك معنا داك المتابع ولو شوي. ولكن اخوتي فاش كتعيا ما تصبر كيتسالى الصبر اخوتي، كتعاود تعيا ما تصبر كيتسالى الصبر اخوتي. صراحه ديال الله حتى شي دار ما خطاوها المشاكل. انا ماشي غادي نكذبكم ونقول لكم غير ما عندها حتى شي مشكل، ولا كاينين شي مشاكل اللي هما خفاف بساط كيعيشهم اي واحد في دارو. كاينين تراكمات ديال المشاكل، واحد مثلا الشهر اللي قبل طراز واحد الفلاش صغيور، الشهر اللي موراه الى اخره، داكشي كيتراكم كي واحد النهارات انا كنفعل ما غاديش نشكر لكم راسي ولا ما نشكر لكمش غيزلان، حتى واحد ما غادي نشكرو في هذا الفيديو. فهمتي؟ كل واحد فيه الزوين ديالو وفيه الخايب ديالو. كداكشي كيطلع شي شويه كنتاخذوا قرارات اللي هما خايبين، ديال انك تمشي لوالديك عاوتاني والله ما نعاود نرجع لعندك الى اخره. كبر الموضوع بزاف على مشكل اللي بسيط اللي ما نقدرش نقول لكم، لحقاش انا قلت لكم مشاكل اللي ما كنبغيش نقولهم في اليوتيوب. واخا نتوما راكم عزاز وغاليين واي حاجه كنشاركوها معكم، ولكن بحال شي امور بحال هاديه انا ما بغيتهاش كاع نبقى نهضر فيها بحال هكا. المهم بنادم كيمشي كيتاخذ واحد القرار اللي لا رجعه فيه، بدون مشاورات، بدون مناورات، بدون انه يقول صافي اخر حاجه هي الطلاق. انا قبل ما غادي ندخل بزاف ديال النقاط بغيت نوضحهم كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو على لي كومونتير، غادي نجاوب على السؤال ديال الطلاق. انا خوتي ما غاديش نطلق، لحقاش ماشي خوفا من الطلاق ولا حيت كاينه الصراحه ديال الله كيشركني انا وديك السيده واحد الوليد اللي محتاجنا حنا بجوج. ودابا الحياه راه صعيبه، ماشي من جهه المعنى المادي ولا صعيبه على المعنى المعنوي. دابا كاينين عقدات كتار، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي حنا مسؤولين على داك الطفل وهو باقي صغير بزاف ما وصلش لواحد العمر اللي غادي تشرح له شنو كاين. انا وماماك ما تفاهمناش، ولا انا وانا وغادي يكبر ما غاديش يلقى، اما ما يلقاش بوحده اما ما يلقاش ام وحده. داكشي راه غادي يحملنا المسؤوليه بجوج، سواء انا اللي كنت غلط سواء هي اللي كانت غلطه. فهمتي؟ انا خوتي الا كيقول بنادم الضعف سبب كي الزواج، هذاك الزواج ما عطاكيش، هذاك الزواج انا الا درت شي حاجه درتها الله سبحانه وتعالى، ما درتهاش على ودها ولا درتها على ود شي خلق، ولا انا هكاك خلقني الله سبحانه وتعالى. كنت لاعب الدور ديال راجلها، ديال خوها، ديال الصديق ديالها، ديال بزاف ديال الحوايج. غيزلان عندها بزاف ديال الامور، بزاف ديال الصدمات في حياتها اللي تصدمات من ناس عاشراتهم، من ناس كانت تايقه فيهم، من ناس كانت كتحسبهم ما عمرهم ما غادي تصدم منهم وصدموها في الاخر. هذاك المشكل الاولي انها كتقول حتى انا واحد النهارات غادي نصدمها، وانا التقليد عليها خوتي الا كانت فيا هاد النيه ديال انني واحد النهارات انا غادي نصدمها. لا بالعكس، انا باغيها شريكة حياتي، نكمل معها حياتي حتى الاخر. ثاني حاجه الا كيقولوا لك الضعف ولا هادي، انا ديك المراه موفر لها جميع الظروف ديال ايتها زوجه مجوجه واحد الراجل دريويش. ما غاديش نقول لكم موفر لها الطوب الخدامه ولا انا كنشري لها من لي كرون ديال لي مارك ولا هي مجوجه واحد الراجل درويش. جيتها من الاول ها شنو كاين كنتقاتلوا مع الوقت، بغينا نبنيوها انا وياها درجه بدرجه. الحمد لله ما كانش عندي داك المشكل. ولكن باش بنادم يقول لك
لا واه الزواج اللي بدلها، لا واه الزواج اللي ضعفها. خوتي راه ماشي الزواج اللي ضعف غزلان، وماشي الا كانت من عند الله سبحانه وتعالى مرحبا بها، انا غادي نتقبلها. ولا كانت من العبد كان الزيدي وكنقول له الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. لحقاش حنا ماشي شي وحدين اللي دوزو في الحياه، حنا باقيين دراري دي جون عاد بادين في الحياه، عاد بغينا نمشيو في الحلال، بغينا نديرو وليدات، بغينا نديرو هادي. بنادم الا كيحفر لك من تحت رجليك ولا كدا، حنا ما كنعرفوش في داكشي اخوتي، وما كنامنوش بداكشي، كنامنوا بحاجه وحده هي الله والقران. ثاني حاجه غزلان طراوله صدامات في الحياه، طراوله مشاكل في الحياه كما قلت لكم من بزاف ديال الحوايج. كانت ثقه واحد الثقه اللي هي عمياء، داكشي اللي حتى انا واقع لي دابا معاه حاليا. الا دابزنا كتقول صافي هاد السيد هذا راه حتى هو طلع غدار، وحتى هو طلع عادي، وحتى هو طلع عادي. راه هي خصها تعرف باللي اي زوج واي زوجه كيكونوا عندهم مشاكل خاصه، كيكونوا اما يدابزوا على الدراري، اما يدابزوا على المصروف، اما يدابزوا على هادي، اما يدابزوا على هادي. حنا خوتي راه كيف ما في الواقع، كيف ما في المواقع ما كنتصوروا وتبين. مثلا ما كنبين لكم انا باللي انسان طيب وربي شاهد عليا. الا كنت انايا في الواقع في التصوير كنبين لكم باللي انني انسان طيب وخلوق وهادي، وفي الغيب ديال الكاميرا كنتعدى عليها، ولا كنعنفها، ولا كنخونها، ولا كنبات برا، ولا كندير لها دوك المسائل اللي ما كتقبلهمش المراه. ربي يخلصني. هي انا حتى انا عصبي، هي حتى انايا كنقدر نتعصب، كنقدر نغوت على الحاجه الا ما عجباتنيش، كنقدر ماشي من داك النوع اللي صبار اللي هادي، ولكن شي حوايج اللي غادي يخليو غزلان تولي في داك الضعف وفي داك الشيء راه ماشي ما انا ماشي السبب فيهم. كاينين بزاف ديال الحوايج ما عرفتش انا براسي ما عارفش، وانا براسي حتى جاوني كومونطيرات عاد فقت بشي حوايج تهضروا ناس اللي حللوا داكشي وعرفوا يحللوا بحكم فايتيني في الخبره، بحكم دازوا عليهم بزاف ديال الحوايج. كنقدم تحيه للاخت مولات شيماء مولات الماسك، الاخ سهيل، صراحه ديال الله دواو بالمنطق وبداك الشيء اللي كاين بحال عايشين معانا. انا ما عرفتش براسي، ما عرفتش انا غزلان، انا ما غاديش نطلق وما باغيش طلاق، وغادي نلقى الحل لهاد المشاكل هادي، وغادي يتعالج المشكل ان شاء الله يا ربي. الله يبعد علينا المشاكل الخارجيه. وعندي ما قلت لكمش بزاف ديال الحوايج، ما قلت لكمش بزاف ديال المعطيات، بحكم كيف ما قلت لكم ما بغيتش انا هذا الموضوع هذا يزيد يبقى الخيوط ديالو تزلع في اليوتيوب وهادي. بغيت نرجع للمياه المجاريه ونلقى الحل لذاك المشكل اللي كتعاني منه غزلان عندها شي حاجه كتعاني منها، وغادي نلقى لها الحل، سواء نفسيا كما قال الاخ سهيل شي طبيب نفساني اللي تقدر تعاود له شي حوايج اللي ما تقدرش تعاودهم ليه ويلقى لها الحل اللي ما لقيتولاش انا. سواء ان كاينين الناس اللي قالوا لي الرقيه خوتي، الرقيه الا بغى يديرها بنادم راه غادي يديرها غير في دارو، يرقي نفسه يرقي غير في دارو. دابا كلشي راه متوفر، راه بنادم يرقي نفسه غير في دارو، راه بنادم يعالج نفسه بنفسه، راه بنادم. داكشي اللي كنت كنحاول نقول لها، داكشي اللي كنت كنحاول نتواصل معاها فيه، ولكني بدون جدوى. شنقول لكم، الله يدير شي تاول ديال الخير ليا ولولدي ولعائلتي. الصراحه ديال الله راه ماشي والديا راه ما بغاوش هادشي كاع يوقع، لا يوريك حالتهم، لا الام ديالي لا الاب ديالي لا كلشي. التليفون ديالي ما كيوقفش، لا ما تسمحش في ولدك، لا ما ديرش. كاينين متابعين اللي جاو عندي حتى قلبوا عليا فين راني كاين وقالوا لي لا ما تسمحش في ولدك، ما ديرش هادي ما ديرش هادي. انا والله العالي العظيم اخوتي ما كنعس، ما كناكل، ما كنشرب. حتى الهضره ديالي الا شفتوني في الفيديو راه السخفه، راه بزاف ديال الحوايج كنعيش واحد الضغوطات، حيت اول مره هادشي هذا بقى نعيشو في حياتي. الذات ديالي ما مولفاش على هاد المشاكل، ما مولفاش على هاد ضغوطات الحياه، ما مولفاش على هاد كتكون كتبغي واحد الشخص وكتشوفو غادي يمشي ما بين يديك، ما عرفتي واش انت السبب، واش كاينين ناس اخرين اللي سبب، واش هي السبب. كيدخلوك بزاف ديال الشكوكات. انا مازال مخربق في راسي، مازال ما عرفت شنو الوجهه اللي غادي ندير. الحاجه الوحيده اللي دابا حاط في راسي هي انا ما غاديش نقبل على الطلاق، وما غاديش نطلق، وغادي ندير
المستحيل ديال انني نشوف شي حلول اخرين اللي ما غاديش نقولوا لكم هنا في اليوتيوب. ونتمنى هذا الموضوع اخوتي. تحياتي للقنوات كاملين، تحياتي لجميع المتابعين. عافاكم هذا الموضوع بغيتو يتجمع من اليوتيوب خوتي. طالب ماشي امر، ما كان امركش. انا بغيتها هي ترتاح، خليها هي بغات تصور محتوى بوحدها، بغات تجلس عند والديها واحد السيمانه واحد الشهر بين ما حتى هي تخوي شي شويه، ديشارجا شي شويه. هادي انا غادي نبقى نطلع على ولدي الى اخره. خليوها تصور هادي. انا بغيت هادشي يتجمع، ما بغيتوش يزيد يتشتت، ما بغيتوش نسمع على راسي شي هضره ولا مثلا اللي ما تعجبنيش ونخرج انا نقول شي هضره اللي ما تعجبش عباد الله. ما بغيتش هادشي هذا يزيد يفوت على حد ولا هادي. وتحياتي ليكم وشكرا بزاف على الاهتمام ديالكم لينا. شكرا بزاف على الحب ديالكم لينا. كاينين الناس بصح كيبغيونا. السوشيال ميديا راه فيها خوتي ما نكذبش عليكم، فيها حوايج بزاف زوينين وفيها حوايج بزاف خايبين. من الخايب ديالها هي فاش كيكون عندك شي مشاكل تقدر تفكهم، ولكن الا مشاو تتزلعوا ودخل هكا ودخلت هادي راه كيصعب عليك ديك الساعه تفك. كل واحد فين كيبقى خاطرو ضارو، خصك تصلح الخاطر لاي واحد. داكشي باش بغيت نخلي هادشي حتى هي كنطلب منها انها ماشي ما قلتلكيش وقفي التصوير ولا صوري، ولكن داك الموضوع نحاولوا نتفاداوه واحد شي شويه بين ما لقينا له الحل. والمتابعين ديالنا غادي نبقاو نتواصلوا معاهم، نقولوا لهم المستجدات شنو غادي نديرو شنو ما غاديش نديرو، فين غنمشيو شنو ما غنمشيوش. وكيف ما قلت لكم الله ياخذ الحق اخوتي في اللي كان سبب، الله ياخذ الحق اللي كان سبب. وهذا الشيء اللي كاين، وهذا هو الفيديو ديالنا. ونتمنى يكون اخر فيديو على هذا الموضوع هذا. وبقى لي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو الجاي ان شاء الله.